السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت تركستان الشرقية. ستنشر السيدة تومومي رسامة كاريكاتيرا اليابانية مجموعة قصص من شهود معسكرات الاعتقال. احتمال حظر الولايات المتحدة القطن ومنتجات الطماطم القادمة من تركستان الشرقية. احتمالية زيادة حدة الكوارث الطبيعية في الصين مما تؤدي إلى أزمة غذاء حادة. التطبيقان تيك توك وويتشات يهددان حرية الإعلام والتعبير على الصعيد الدولي. إطلاق النار لأول مرة منذ 45 عاما على الحدود الهندية والصينية. تفضلوا للتفاصيل. رسامة الكاريكاتير والكاتبة اليابانية السيدة تومومي شينزو تقدم تقارير إلى المجتمع الياباني والدولي حول محنة الأيغور في تركستان الشرقية من خلال الرواية الكرتونية التي تعرف أيضا باسم مانجا، والتي تستند إلى شهود معسكرات الاعتقال. قامت سيدة جولستان الناشطة الأيغورية المقيمة في اليابان بمساعدة سيدة تومومي في نشر المانجا بترجمة شهود المعتقلات للغة اليابانية. وقالت سيدة جولستان أن الرواية الكرتونية للسيدة تومومي لم تكتفي فقط بدور الدعاية في الإعلام الياباني والدولي، بل أيضا ملأت الاحتجاجات الأيغورية والأنشطة الأخرى التي تنظمها الأيغور في اليابان. تلقت السيدة تومومي استجابة عالية جدا بعد أن نشرت أول مانجا لها بعنوان ماذا حدث لي؟ شهادة امرأة من الأيغور، وهو رسم كاريكاتوري عن شهادة ضحية المعتقل ميخرجول تورسون. وأثناء بحثها عن الإلهام لمواصلة كتابة قصص الشهود، تأثرت عند مشاهدتها فيديو لشهادة جولبهار جيليلووا الحقيقية والمفصلة في أكتوبر 2019، وقالت إن تدوين جولبهار لأسماء أكثر من 200 امرأة وعن أسماء عائلتهم وحياتهم الذين تم إرسالهن إلى المعسكرات بالإضافة إليها كنز لا يمكن العثور عليها. ومن المقرر إصدار مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية حول ماضي الشهود المعتقلين في أكتوبر المقبل. وتم مؤخرا ترجمة الرسوم الكاريكاتورية للسيدة تومومي التي تحمل عنوان الأيغور، والتي أعلنت عنها من 2 سنين إلى العديد من اللغات بما في ذلك الإنجليزية والتركية والإيطالية والفرنسية من قبل بعض المترجمين المتطوعين. وفقا للتقارير، تدرس الحكومة الأمريكية حظر الصين من استيراد بعض أو كل منتجاتها القطنية من تركستان الشرقية إذا أثبتت أن المنتجات القطنية قد تعرضت للعمل القسري، فيحق لهم إعادة تصدير البضائع أو إتلافها وفقا لأمر الحبس المؤقت هذا. وقد فرضت الوكالة قيودا صارمة على الشركات التي كانت يشتبه بها سابقا في تورطها في استغلال الأيغور في تركستان الشرقية. تعد تركستان الشرقية المصدر الرئيسي للقطن والمنسوجات والبتروكيماويات وغيرها من منتجات المصانع الصينية، حيث تعتمد العديد من العلامات التجارية الرائدة للملابس في العالم على سلسلة التوريد الصينية. ومن المعروف أن خمس الملابس القطنية التي تباع في العالم تحتوي على قطن أو خيوط تركستان الشرقية. في حال تنفيذ الحظر سيتم نقل خطوط الإنتاج من قبل كبرى شركات تصنيع الملابس الدولية إلى دول أخرى مثل فيتنام وبنغال وإندونيسيا. كتب الرئيس الفرنسي ماكرون رسالة إلى مشرعين الفرنسيين يحث فيها السلطات الفرنسية على الرد بقوة على سياسات الصين القمعية في تركستان الشرقية، وتسليم الصين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتها على جرائمها ضد الإنسانية. قد شارك في التوقيع على رسالة إدانة الصين أكثر من 30 مشرعا فرنسيا بقيادة أرييل تاشيت، وتم إعلان عن محتويات الرسالة. فوفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، صرح ماكرون بأن قمع الصين للأيغور في تركستان الشرقية أمر غير مقبول. وأوضح أيضا أن قمع الأيغور والقزاخ وقومية مسلمة أخرى في تركستان الشرقية واحتجاز واسع النطاق في معسكرات الاعتقال والعقم القسري والاعتقالات الجماعية وتدمير التراث الثقافي للأيغور وخاصة المواقع الدينية ومراقبة واسعة النطاق للشعب يشكل مصدر قلق كبير لا يتماشى مع الاتفاقية الدولية المعترف بها دوليا.
أكد ماكرون مواصلة انتباه فرنسا إلى الوضع في تركستان واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال إن قضية الأيغور ستثار في جميع مستويات العالم وخاصة في الأمم المتحدة، وأنهم سيحاولون تحويل انتباههم إلى قضية تركستان الشرقية. قبل شهر شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ضرورة قيام المجتمع الدولي بإرسال فريق تحقيق مستقل إلى تركستان الشرقية لتطلع الأمور هناك. الصين التي تضررت بشدة من فيروسها عانت مؤخرا من الجراد الصحراوي وجراد الخيزران، حيث لا تزال تعاني من الفيضانات. قد نقلت بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن قروين منكوبي الكارثة قولهم إن حدة الآفات كانت أكثر من المتوقع، مع نقص حاد في الغذاء في بعض المناطق ونقص حاد في الإمدادات الدولية، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء حادة في الصين. في الماضي كان الجراد الرملي المهاجر من أفريقيا إلى آسيا ويأتي إلى جنوب الصين، لكن في الآونة الأخيرة كان عدد جراد الخيزران القوي المدمر الذي انتقل من لاوس إلى الحدود الجنوبية الغربية للصين مرتفعا للغاية، مع أسوأ طاعون للجراد منذ عقود في مقاطعة يونان. وبحسب تقارير إعلامية صينية يبلغ ارتفاع جراد الخيزران الأصفر حوالي 200 متر، وتدفق هؤلاء يصل إلى 600 متر، ومعدل هجرة سريع للغاية مع عدد كبير منهم، وكأن السماء مغطاة بالغيوم السوداء كمنطقة جبلية في يونان. فقد كان من الصعب السيطرة على حشود الجراد المنتقل، مما تركت الحكومة المحلية والمزارعين بلا حلول. وكشفت رويترز في وقت سابق أن نقص الذرة في الصين قد يصل إلى 30 مليون طن هذا العام، وهو يمثل نحو 10% من إجمالي الإنتاج. وتشير الإحصاءات إلى أن مشتريات القمح في خيبي وجيانسو تراجعت هذا الصيف بنحو 30%، هذا بالإضافة إلى وجود نقص حاد في لحوم الخنزير في الصين بسبب حمى الخنازير الأفريقية، مع استمرار الصين في استنفاد أو إعادة تنظيم سلسلة التوريد الدولية بعد انتشار الفيروس الصيني في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يثير مخاوف العالم الخارجي بشأن أزمة الغذاء الحادة في الصين. قبل اتخاذ إدارة ترامب أمرا بحظر النسخ الخارجية لمواقع التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك وويتشات، أصدرت مؤسسة فكرية كبيرة في أستراليا تقريرا أفادوا فيه بأن النسخة الأجنبية من توك توك والنسخة الدولية من ويتشات يهددان حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، والقضايا التي لطالما نوقشت علنا في الغرب مثل دعم الديمقراطية فقد تبينت أنها محظورة على هاتين المنصتين. ذكرت وسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق أنه لم يتم العثور على محتوى ومقاطع تتعلق بتحرير شنجانغ أويغور أو الاختفاء الثقافي في تيك توك، وهو ما ربطه تيك توك بعطل فني. اعتبارا من 8 أغسطس من هذا العام انتقدت 5.6 فقط من أصل 444 مقطع فيديو على منصة تيك توك سياسة الصين بشأن تركستان الشرقية، مع وجود معلق واحد فقط في أفضل 20 مقطع فيديو وفقا لخبراء من المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية. فالرابط الذي توفره تلك المنصات هائلة في تحديد المحتوى الذي تقدمه للمستخدمين، ككيفية تصنيف الموضوعات الحساسة وكيفية التعامل مع المنظمات الإرهابية والعقاقير المحظورة والكلمات البذيئة، إلى موضوعات أخرى تعتبرها الصين محظورة، مشيرة إلى علامات 404 كصفحات لا يمكن العثور عليها. وذكر التقرير أيضا أن الموضوعات الأكثر نقاشا هي الحرية الدينية وتدمير الصين والأيغور والدول الإسلامية الأخرى، مع التحقيق في 3 مقالات على الأقل حول قضية الأيغور في حساب السفارة الأمريكية في الصين على تطبيق ويتشات. واعتبارا من 15 سبتمبر سيطبق أمر الحكومة الأمريكية بحظر الإصدارات الخارجية من تيك توك وويتشات. جيش الهند بيانا قال فيه إنه في 7 سبتمبر تم سحب القوات الهندية لمناوشات على الحدود عبر تعدي القوات الصينية عمدا على بحيرة بانغونغ على الحدود بين البلدين. وزعمت الحكومة الصينية أن تعديها كان من باب التحذير للقوات الهندية، وقد كان هذا التعدي هو الأول منذ 45 عاما، وقد شمل إطلاق نار على الجبهتين في الحدود الصينية الهندية.
وقال جيش الهند إن الجيش الصيني حاول إرباك الرأي العام المحلي والدولي في بيان منطقة الحرب الغربية، قائلا إن القوات الهندية لم تتجاوز أبدا خط السيطرة العملية، وإنها لم تشارك في أعمال عدوانية مثل إطلاق النار. في حادث 7 سبتمبر تم إرسال تحذير شديد اللهجة من القيادات العسكرية الهندية إلى جيش الصين المتمركز بالقرب من خط التحكم الفعلي، فقام جنود التعدي الصيني بتهديد القوات الحدودية للهند بإطلاق النار عليهم في السماء، رغم أنهم كانوا استفزازيين ومتعجرفين للغاية. وأصدرت القوات العسكرية الهندية بيانا يؤكد استعداد الجيش الهندي لحماية السيادة وأمن البلاد بأي ثمن. وقد حلل الخبراء العسكريون من البلدين أن سلسلة من الحوادث خلال الأشهر القليلة الماضية أظهرت أن الوضع على الحدود لا يمكن التنبؤ به، حيث يصدر الجانبان قرارات غير مبالية بالعواقب، وتصرف الجنود بشكل عشوائي يكون سببا في اصطدام البلدين خلال حرب لا تؤمن خسائرها. وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال تبادل إطلاق النارين بين الجانبين، ولكن من المؤكد أن العلاقات بين الجانبين تزداد توترا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.